بسم الله استعنا عشاء بالله. أوضة المكتب يرثى لها زي ما انتم شايفين. التراب عندي صعب صعب صعب. يلا بينا بسم الله. يا جماعة الترويج مع بيبي بالذات 1.5 سنة السن ده، بصوا الأنتكة أنتكة صعب صعب صعب. ظاهريا تبان ان الأوضة مش هتاخد في ايدي غلوة، انما فعليا الأوضة خدت مني بتاع 4-5 ساعات. التفاصيل الصغيرة دي يا ربي متعبة متعبة متعبة. ظاهريا برضو بتبان ان هي سهلة، انما فعليا لا، هي مرهقة. لحظة لعب شوية. طبعا زي ما احنا عارفين عايزين ننفض نفضة رمضان، اللي هو خلاص احنا داخلين على رمضان وايام مفترجة. انا راجعة بعد سفر شهر. البيت كان جوزي قاعد فيه لوحده شهر كامل، وطبعا انهم الرجال يا سادة. هو بصراحة البيت متروق، يعني البيت مش بشع قوي ب... يعني ان هي انا قاعدة شهر. فهي بس الفكرة بتاعت التراب، انا عشان على شارع فالتراب عندي اكسترا تراب. انا في اليوم لازم يعني 2-3 برضو بلاقي في تراب، ما بالك بقى بشهر. بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا معفنه. انا ممكن ابقى مكسره وما انضفش ب2-3 مثلا، بس البيت مش هيبقى اكيد بالمنظر ده. آه، يعني يعني اكيد مش كلنا بننضف كل يوم، هو في ناس بتنضف كل يوم ربنا يديهم الصحه والله. بس انا صحتي على قد شويه. مسحنا كل التراب عن كل الاسطح. ولوفي عندها عشق اسمه الكمبيوتر بتاع ابوها، فكانت مجنناني. ربنا يديهم الصحة والله العظيم، ويعين كل ام عندها اكتر من عيل. طبعا ويعين الام اللي عندها عيل واحد بس، يعني اكسترا. شايفين منظر التراب صعب ازاي؟ لا صعب 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 يعني. عرفت مين بيقطف التفاح بتاع الشجرة كله واقع. البراويز دي عندي، وانا كنت خايفة ان انا اركبها في الشقة الجديدة، يعني عشان طبعا بيضنا وبتاع، فمش عايزة بقى اسمه ايه الشنيور يخرم الحيط وبتاع. بس خلاص بقى ان شاء الله على العيد كده هنركبهم، عشان هم يعني خسارة قاعدين كده. شايفين التراب، شايفين البهدلة قد ايه. طبعا بدي مسحة اولية كده وبسيبه يتنقع شوية، وبعدين باجي برجع بدي مسحة تانية. طبعا ما ينفعش خالص اشطف والسيدة الاف موجودة، دي هي بجردل المية ومطلعة سلسفيل. ما بالكوا بقى مش عارف ايه. لا يلا الحمد لله ربنا يديها الصحة. لميت كده شوية حاجات الجيم بتاعت السيد جوزي، واخيرا خلصنا. يا محلى رائحة النظافة والهدوء والجمال والروقان، بجد راحة نفسية ما بعدها. اشوفكم في الفيديو الجاي بقية الأوض.